ده يا عم سويلم، بدور عليك يا عم بقالي 4 ايام. لا مؤاخذة يا فنان، أصل سافرت في سبوبة كده على السريع في شرم الشيخ. قول لي أنت الأول، جهزت ولا لأ؟ يا عم جهزت بيه مش لما اتعرفت على المخرج الأول واقتنع بيا؟ جرايه يا عم الفنان، لو أنا اللي هعرفك عليه برضه. عارف الراجل اللي كنت واقف معاه ده؟ الأقرع. أيوه الأقرع ده مدير الإنتاج، وده اللي هياخد الفلوس، وبعديها تعتبر الدور بقى في جيبك. طب ما تعرفنا على مدير الإنتاج ده دلوقتي؟ لا يا حلو، أنا مش كروديا. لأن الأول ال5 بواكي أديهم للراجل عشان يطمن على مجهوده، وبعدين أعرفك عليه. طب تعالى دلوقتي. لا يا عم الحلو، دلوقتي تاخدني بقى ترم عظم كده باكل الكوارع حلوه، وبكره الصبح تيجي جري عشان تاخد الدور قبل ما يطير منك. ايه زنبل ولا حلاوه؟ هو ده اسمه صح ولا انا غلطانه؟ ايه الرقه دي؟ احلى مره سمعت فيها اسم الفيلم، قولي كمان مره. السيناريو باين من عنوانه يا بدوي. ما دي الافلام المنتشره في السوق، وبعدين في البدايه لازم الواحد يقدم شويه تنازلات. يعني تقوم تاخد دور في فيلم زي ده؟ انت عارفه الدور ده انا دفعت فيه كام؟ انا دافع للريجيسير 5000 جنيه. نعم، ودول بقى ان شاء الله جبتهم منين؟ جبتهم من اختي اللي عايشه في المعادي. يا بدوي، ما انا قلت لك يا بدوي تشوف لك دور في اي مسلسل لحد ما تتعرف بطريقه محترمه. طب اصبري بس لما الفيلم ينزل. عليا النعمه مخرجين مصر اللي يقطعوا بعضهم عليا. الموبايل ابو كاميرتين ده مش هيبطل رن. انت جبت موبايل يا بدوي؟ ومن الغاليين كمان؟ انت هتنق ولا ايه؟ ده اختي اللي جايبهولي، واختي كمان مداني فلوس اجيب شبكه للقمر. ونسكت مع بابا مش كده؟ انت ازاي يا بدوي تقول له حاجه زي كده من غير ما تاخد رايي؟ والله العظيم انا فاكره هيتبسط. انا قلت والدتك توفت وعايش لوحده في البيت، فنونسه ونملى عليه البيت. وبعدين يا ست ولا يهمك، ان شاء الله ربنا يقدرني واجر لك شقه في احسن مكان في مصر. ما انا مش قادر اعيش اكتر من كده، انا هطرشق. تقمص يا واد تقمص، ما انا نسيت ان انت ممثل بصحيح. بس انت فكرك ان انا اروح له تاني؟ لا، مش قبل ما اصلح لك اللي انت هببته يا بدوي. نعم. يعني ايه؟ هو نصب عليك ولا حاجه؟ ده انا مديله 5000 جنيه وقال لك ان انا هعرفك على المخرج وصور لك نسخه من السكريبت وقال لك تعالى اكلني كوارع، مش كده؟ لو هو عمل كده مع حد غيري يعوض عليك ربنا بقى في فلوسك. ده انت تامن او تاسع واحد ينصب عليه يقول له نفس الكلام ويصور له نفس النسخه. طب والعمل؟ اجيب عنوان ابن الكلب ده منين؟ واحد نصاب هيكون له عنوان برضه، اكيد مخفي في اي مكان بيصرف فلوس الناس اللي نصب عليهم. اقول لك دور عليه في اي مصنع. ان شاء الله. يعني انا لحقته عشان ينصب عليا؟ ده ذنبك يا هاني. زنبة الولا حلاوه. ده موبايل؟ ايه موبايل؟ ايه ده؟ مين فتش في حاجتي؟ ايه اللي جابك دلوقتي؟ مش قلتي ان عندك درس؟ المدرس هيطالبني بتمن الدرس واني ما معيش، فقلت اجي. في ايه؟ ردي بقى. وانت مال اهلك انت يا كارت الحشر؟ اني هنقول بس ما حدش يمد ايده عليا. في ايه؟ بتزعقوا كده ليه؟ ايه ده؟ فاني عملت زي ما كل الناس